مساء الخير حبايبي، يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو. احلى شوية بسكوت للفطار وللعشاء، اقتصادي جدا، ب2 بيضة بس ومكونات عندك في البيت. ناجح جدا من اول مرة، وهقول لكم ازاي يبقى ناجح وناعم معاكم في نفس الوقت. هتشوفوا الفيديو تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش كومنت حلو منكم علشان ترفعوا الفيديو، مش هيخسوا اي حاجة لو دوسنا لايك وعملنا حتى لو قلب. يلا مع بعض نشوف طريقة البسكوت الناعم ده، ناعم ومقرمش وفي منتهى الجمال. مكونات بسيطة جدا ومن غير زبدة ومن غير بيض كتير ولا أي حاجة، ب2 بيضة وكيلو دقيق عملنا الكمية دي كلها. يلا مع بعض بقى نشوف الطريقة. هتعملي بقى في بولة عجان، تعملي في طبق براحتك. هحط كوباية سمنة، أي نوع سمنة عندك هتحطيه. ده بسكوت بالسمنة مش بالزبدة. خلاص، دي كوباية سمنة. طبعا السمنة بدرجة حرارة الغرفة، لا متلجاها ولا حاجة. انا هنا هعمل في العجان، لكن انت ممكن تعملي بمضرب سلك، بمعلقة خشب، كله شغال. معايا هنا بقى ده ربع كوباية سمنة بلدي وعليها ربع كوباية زيت، عشان انا عايزة البسكوتة بتاعتي ناعمة، وممكن نستكفي بكوباية بس. خلاص، بس هنزود اضافة تاني لو احنا استخدمنا كوباية. يبقى انا حطيت كوباية سمنة وربع كوباية سمنة بلدي ومعاها ربع كوباية زيت، يعني كله المادة الدهنية كوباية ونص. ممكن تبقى زيت على سمنة، سمنة بس كده، يعني براحتك. هنا نزلت بكوبايتين سكر بودرة، الا معلقتين كده. وممكن تخليهم برضو كوباية ونص. انا بقول لكم البدايل ليه، لان في ناس بتحبش البسكوت محلي. كوباية ونص يبقى شغال معاكي. بعد ما دوبت السكر كده، السمنة كده قلبتها، نزلت بقى بالسكر وبدأت اضرب. مش تحول لكريمة كده زي ما انتوا شايفين كده، يعني البسكوتة بتاعتي تطلع خفيفة كده وهشة. وهقول لكم ازاي تعرفوا البسكوت قبل ما يتعجن ان هو كويس او محتاج اي اضافة. خلاص، ضربتهم كده حلو، ولما لقيتهم كريمي والسكر بودرة ناعم، وانا طحناه في البيت، ولو حابة تجيبيه جاهز جيبيه، يعني مفيش مشكلة. هنا هنزل ب2 بيضة، بيضة بيضة. انا النهاردة عاملاه بالبيض، لكن بعد كده هعمله لكم من غير بيض ونفس النتيجة. معايا هنا معلقة بشر برتقال، وده بديل قوي جدا للفانيليا، وريحته بتبقى قوية جدا وبتخلي لون البسكوتة حلو. نزلت بالبيضة التانية، وأول ما البيضة بتختفى بحط التانية. هنزل هنا بمعلقة بيكنج باودر ممسوحة، أي نوع بيكنج باودر عندك، أنا يعني نص باكو بيكنج باودر. وبدأت أضرب برضو لحد ما كل حاجة أحطها تختفي. هنا معايا ربع كوباية برتقان، نص كوباية برتقان ونص كوباية لبن. هحط على اللبن دافي. هحط عليه معلقة نشادر. النشادر دي بتتجاب من عند العطار، معلقة شاي نشادر اهي، زي ما انتوا شايفين، مش ممسوحة قوي ومش هرمية قوي، معلقة متوسطة نشادر. طيب اللبن لازم يبقى دافي، واتأكد ان النشادر اشتغلت لما الاقي اللبن بدأ يعمل فوران. شايفين بتزيد ازاي؟ دي نص كوباية لبن دافي ونص كوباية عصير برتقال، وممكن نخليها كلها لبن او نخليها كلها عصير برتقال. حطيته كده ودوبته، وهنزل بكيلو دقيق الضحى، واي دقيق تستخدميه يكون دقيق جميع الاغراض او دقيق كحك بسكوت، يعني ما يكونش فيه عرق قوي. ونكسر العرق بتاع الدقيق لو حاسين ان الدقيق ده فيه عرق قوي بمعلقتين نشا. هنزل بمعلقتين نشا ضمانا لان البسكوته بتاعتي ما تعملش عرق، وكمان تبقى هشه وبتقطم كده في البق وبتدوب في نفس الوقت. خلاص، بدأت أضرب كده، ومعلقتين النشا مش هيفرقوا قوي في المقادير، لأن أنا ممكن أزود لهم معلقتين لبن أو معلقتين عصير أو معلقتين مية. شوفوا البسكوتة كده مفرولة لسه ما اتلمتش، وكله بعجنه بالكف. هزود كمان بمسكها بإيدي عشان أحس بالملمس، لأن ممكن العجان يخدعني. وعشان ما تزيدش السوائل مني، نزلت بنص كوباية عصير برتقال. بصوا بقى، العجينة أنا عايزاها مفرولة كده، يعني هي لو مش مفرولة كده ومعجونة حلو مش هتبقى بسكوت، هيبقى فيها عرق وتقلب حاجة تانية.
خلاص هامسك قطعة كده بإيدي وهابدأ أعملها بإيدي، إن دورت في إيدي واتكيت عليها ما شقتش يبقى كده تمام. خلاص أنا احتاجت معلقة لبن كمان مني هاحط، بس هالِم كده بإيدي وأتأكد إن كل ال الدقيق اختفى، ربما يكون في دقيق تحت. شوفوا بالِم بإيدي مش باعجن، بادخّل كل المكونات بإيديّا. عجينة ناعمة وفي نفس الوقت مفتّحة، يعني مفرولة كده ومفتّحة. ده اللي بيخلّي البسكوتة بتاعتِك ناعمة. طيب أنا هامسكها بإيدي كده، إن اتّكيت عليها ولقيتها بتتشقّق يبقى دي عايزة معلقة واحدة بس سوايل، هتحطّي معلقة بمعلقة. طب إن لقيتها طرية أوي وسايحة كده في إيدي، زوّدي معلقة دقيق. أنا هاعمل بمفرمة البسكوت بالوش المشرشر ده، وأنا باحبه بيدّي شكل بسكوتة حلوة، وفي نفس الوقت بيسرّع. وممكن طبعًا لو عايزة أعمله بالقمع هاقِل من الدقيق حوالي كوباية، يعني هاقِل من الدقيق كوباية وهابدأ أرُص هاعمل بالقمع. هنا بقى حطيت دهنت الصينية زيت، ولازم في البسكوت الدهان زيت. هامسك قطعة، قطعة وهاعملها بإيدي، أطرّيها في إيدي وأقوم حاطاها في المفرمة وأعملها. طب أنا باعرف منين البسكوتة لمّا البسكوتة تطلع مخرفشة، يعني تلاقيها كده مخرفشة من الجناب ومخرفشة من الوش وخفيفة على إيديكِ، تبقى كده بسكوتِك مضبوطة. طب بسكوتِك طالعة تقيلة معاكِ ومكتومة، تبقي أنتِ زوّدتِ السوايل أوي وعملتِ العجينة خفيفة. طب لو طالعة مقطّعة خالص وبتقطّع، يبقى عايزة تزوّدي معلقة سوايل، يبقى بسكوتِك ناشفة. وعلى فكرة أنا لو كنت كمان زوّدت معلقة أو معلقتين لبن كان هيبقى كويس، بس أنا باحب البسكوتة خفيفة كده ومخرفشة، مش باحبها عاملة. ومقدار النشادر معلقة صغيرة للكيلو معلقة بيكنج باودر ده تمام. طيب لو عايزة أعمل نشادر بس هاحط معلقة أكل مليانة نشادر. طب بيكنج باودر بس، باكو بيكنج باودر من غير النشادر. بس كده شايفين شكل البسكوت خفيف ولونه اصفر ازاي، من نص كوبايه العصير برتقال ومعلقه عصير برتقال. سويت اللي بخلصه بسويه على فرن درجه حرارته 170، ما بولعش الشوايه، بسيب المروحه بس، بيطلع بالنتيجه ده. حمصي بسكوتك شويه علشان يبقى مقرمش ويعيش معاكي، ما تخليش البسكوت طري هتلاقيه داب منك وتكسر منك ومش حلو. وده كيلو دقيق عمل الكميه دي، وشايفين التسويه بتاعته. ده البسكوتة اللي تعيش معاكِ ويبقى طعمها حلو ومحمصة. هنعمل أصناف تانية من البسكوت إن شاء الله، برضه سهلة ومتناول إيدينا ومن غير بيض خالص، ونفس النتيجة ويمكن أحلى كمان. أنا عامةً باحب البسكوت بتاعي من غير بيض، بس أنا حبيت أوريكم كل الأفكار اللي ممكن تعملوا بيها. كل سنة وأنتم طيبين وباي باي.